accueillir ce matin sur Radio M dans l'invité du direct. Amis auditeurs de Radio M. Nouveau numéro de l'émission Docteur Bienvenue au Café Presse Politique, c'est le... L'entretien a le grand plaisir d'accueillir ce matin sur Radio M dans l'invité du direct. Amis auditeurs de Radio M. Nouveau numéro de l'émission Docteur Bienvenue au Café Presse Politique, c'est le... L'entretien a le grand plaisir d'accueillir ce matin sur Radio M dans l'invité du direct. Amis auditeurs de Radio M. Nouveau numéro de l'émission Docteur متابعي راديو أم، أهلا بكم في الموجز الإخباري لنهار اليوم. جاء في البيان أن وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي ووزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربقة قد استلما يوم أمس الأربعاء وبحضور مخرج العمل بشير درايس نسخة من الفيلم حول حياة وكفاح الشهيد العربي بالمهيدي، وهذا بعد أن قامت اللجنة المشتركة بين الوزارتين بالمصادقة عليه وإنهاء الدراسة المتعلقة بكل التحفظات التي كانت مرفوعة حوله. قضى مجلس قضاء العاصمة توقيع عقوبة الإعدام مع الحجر القانوني في حق المتهم الموقوف حمزاوي عبد المالك لمتابعته بتهم تتعلق بجنايات القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والاختطاف بدافع تنفيذ شرط أو أمر وإنشاء وتنظيم جماعة إرهابية مسلحة. كما قضت ذات الهيئة القضائية ببراءة 6 متهمين غير موقوفين من التهم المنسوبة إليهم المتمثلة في عدم التبليغ عن جناية ومخالفة عدم التصريح بإيواء أجنبي لدى المصالح المختصة. ألقت ليلة أمس الأربعاء الشرطة الفرنسية القبض على أكثر من 120 شخصا على خلفية أعمال عنف تلت مباراة منتخب البلاد مع المغرب في نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022. ومساء أمس الأربعاء فازت فرنسا على المغرب بهدفين دون مقابل في مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، لتلعب مع الأرجنتين في نهائي الأحد المقبل، فيما سيواجه المغرب كرواتيا السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. فيما يخص الأخبار الدولية، اعتمدت رسميا أمس الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وصوت لصالح القرار 159 دولة، وامتنعت عن التصويت 10 دول، في حين عارضته 8 دول، وهي إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وتشاد وجزر مارشال وميكرونيزيا وبالو ونورو. التقى أمس الرئيس التونسي قيس سعيد في واشنطن بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش الأشغال قمة القادة الأمريكية الإفريقية، أين تبحث حقيقة الأوضاع في تونس ودحض الادعاءات التي تنشرها بعض الأطراف بغرض الإساءة إلى صورة تونس في الخارج. كما بحث الطرفان أيضا أهمية تمكين الشعب التونسي صاحب السيادة من ممارسة حقه في التعبير بكل حرية عن إرادته عن طريق الانتخابات المبرمجة السبت القادم. لمتابعة بقية البرامج ادخلوا على موقع radio-1.net أو على maghreb-emergent.net أو بالاشتراك على قناتنا باليوتيوب. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، سلام. Amis auditeurs de Radio M. Nouveau numéro de l'émission Docteur Bienvenue au Café Presse Politique, c'est le... L'entretien a le grand plaisir d'accueillir ce matin sur Radio M dans l'invité du direct. Amis auditeurs de Radio M. Nouveau numéro de